everyone، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد على قناتنا دروس فوتوشوب. درس النهارده هنتكلم عن تبييض الاسنان. تمام. يا ريت قبل ما نبدا بقى ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناه ونشوف الفيديوهات اللي احنا ما شفناهاش على القناه القديمه. ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها هنعمل دبل لاير بالشكل ده. تمام. هنيجي هنا نختار هيو ستريشن، وهنيجي هنا نختار اللون الأصفر اليلو، وهنركز هنا كده واحنا بنشتغل ونشوفه ايه اللي هيحصل. قللنا اللون هنا الدرجة شوية. تمام. هنرفع اللون الأبيض 55 وهنا -65. هنيجي نعمل كده كنترول اي، هنعكس الفلتر ده كده. تمام اهو بالشكل ده. تمام. هنيجي نعكس من هنا اللون الأبيض نخليه عكس الأسود دوت، وهنيجي هنا كده وهنبدأ نلون السنان بالشكل ده. اهو كده قبل، كده بعد، قبل وبعد. شايفين طبعا التغيير ملحوظ جدا. تمام. نبدأ نحط دول كده في جروب، نخليه جروب 1. تمام. هنقفل دي كده أول طريقة. تمام. تاني طريقة هنعمل دبل لاير تاني، وهنيجي عند أداة التحديد وهنبدأ نحدد السنان كده معانا. تمام. مش اي مشكلة لو لسه دخلت معانا في الموضوع. احنا كده كده مش هنيجي جنب اللون الاحمر او اللون بتاع اللسه. هنيجي نفتح فلتر، كاميرا رو فلتر، وهنفتح قائمة بيزك الالوان. سوري، مش بيزك، كولر ميكسر. هنيجي هنا عند اللون الاصفر ونبدأ نعلي بالشكل ده، وهنا بالشكل ده، وندوس اوكي. نيجي هنا نعمل ديسلكت، نبص كده قبل وبعد، قبل وبعد، في تغيير طبعا ملحوظ. ده كده تبييض اللون الطريقة الأولى. تمام. نقفلها كده ونعمل الطريقة التانية. هتلاقي في فرق على فكرة، يعني هنا أبيض بس يعني تحسه أوف وايت. تمام. الطريقة التانية بقى أبيض أبيض يعتبر. تمام. شايفين طبعا الفرق. تمام. يعني الطريقة دي تحسها ان هي ايه، طبيعية اكتر، وشكلها يعني ايه احسن من الطريقة التانية. تمام. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، واشوفكم في فيديو جاي. ياريت ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناة عشان الفيديو يوصل للناس اكتر والدعم يزيد في القناة. سلام.